شغلتنا يا صديقي تلخيص وتظبيط الافلام لحضرتك عشان تستمتع بيها وانت بتشوفها. لو ما سمعتنيش قبل كده يسعدني انك تسمعني وتتابعني، ولو هتتابعنا يبقى تصلي على النبي الاول وتروح تجيب القهوه الجميله بتاعتك. ويا ريت قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. بنفتكر مع بعض في الجزء الثالث لما المعلم اي بي قدر يتغلب على فرانك ويهزمه، وكمان شي وونج لما المعلم اي بي راح له المدرسه وهزمه في مدرسته، وبكده بقى المعلم اي بي هو اقوى مقاتل في الوانج تشي. بيروح بعد كده يتفرج على بروسلي بعد ما سافر لامريكا في القاعه دي وسط الناس دي كلها. بس قبل شهر من الكلام ده عرف المعلم اي بي لما كشف انه عنده سرطان في راسه ورقبته، وانه بينتشر السرطان ده في جسمه بسرعه رهيبه، وحله الوحيد ان هو يتعالج بالكيماوي. طبعا كان المعلم اي بي حزين جدا، ولما سمع الكلام ده راح يزور مراته في قبرها وقعد يبص لصورتها. بنروح للمدرسه بتاعه المعلم اي بي وبنلاقي بيلي وهو داخل المدرسه وبيدور على المعلم اي بي عايز يوصل. فلما بيخش المدرسه بيكلم الطلاب وبيسالهم عن المعلم اي بي، فما حدش فاهم هو بيقول ايه، وبيقولوا له امشي اطلع بره. وبيلي بيحاول يفهمهم انه عاوز يقابل المعلم، بس هم مش فاهمينه وبيحاولوا يطردوه لبره. ولما واحد من الطلاب زقه عشان يطرده لبره، بيلي زقه، وحاول بيلي انه يضرب الطالب دون لحد ما وصل المعلم اي بي واللي حاش الضرب عن الطالب بتاعه ووقع بيلي على الارض. فقام بيلي يتكلم مع المعلم اي بي ويقول له اكيد انت المعلم اي بي، انا تلميذ المعلم بروسلي، انا جاي من امريكا مخصوص لان بروسلي بعت لك دعوه انك تروح له، لان فيه بطوله وهو هيقاتل فيها وهو عاوزك تحضرها. والكتاب ده كمان من تأليف بروسلي وفيه كل أساليب الفنون القتالية الصينية، وبيقول لك كمان إن هو بقى عنده مدرسة لتعليم الفنون القتالية. فالمعلم أي بي بقى مبسوط قوي ببيلي وبالكلام اللي بيسمعه عن تلميذ من تلامذته. فالمعلم أي بي قال له احتمال ما يكونش عندي وقت للكلام ده إني أحضر المسابقة دي، وساب بيلي ودخل لجوه وهو زعلان. فبيلي للطلاب بتوع المعلم أي بي الدعوة والكتاب وطلع يجري. وفي المدرسة بنشوف تشانج ابن أي بي هو بيتخانق مع طالب زميله وعور زميله وعمل مشكلة كبيرة، واستدعت المدرسة المعلم أي بي، والمدير قال له بناء على اللي ابنك عمله لازم نفصله من المدرسه ومش هينفع يرجع لها تاني. المعلم اي بي خد ابنه وراح المستشفى عشان يعالجه من الجروح اللي حصلت له اثر الخناقه اللي عملها. فقابل الدكتور واللي كان جوه وقال له على فكره انا رحت امريكا وكملت دراستي هناك وبقيت دكتور ورجعت تاني هنا. ابن المعلم اي بي بيبقى متضايق منه، وبعد ما خلص الكشف عليه ما بصش حتى لابوه، سابوه مشي ورجع للبيت. حتى وهم قاعدين في البيت بيقول لابنه افتح الباب، عمل نفسه عبيط وما رضيش يفتح الباب. وبنشوف الشرطي فاتسو وهو داخل عند اي بي البيت، فاي بي عجبه الكلام بتاع امريكا دون، فقال للشرطي فاتسو على فكره انا احتمال اسافر امريكا، انا عاوزك بس تاخد بالك من ابني وانا مسافر، وانا على طول هكلمك في التليفون واطمن عليك. فابنه بيبقى قاعد سامع الكلام وقال له حتى لو اتصلت انا مش هرد عليك. طبعا الهدف اللي في دماغ المعلم اي بي ان هو يروح امريكا علشان يخلي ابنه يروح هناك يكمل دراسه وبعدين يرجع بلده تاني، علشان ابنه يقدر يعتمد على نفسه ويتعلم ويبقى ليه مستقبل. فالولد رد على ابوه قال له حتى لو عملت ايه انا مش رايح البلد دي ومش هكمل دراسه هناك، ومستحيل حد يجبرني على اعمل حاجه انا مش عايزها. فابوه ساله وقال له طيب بلاش دراسه يا سيدي، انت عايز تعمل ايه؟ قال له انا عايز اتعلم اسلوب الفنون القتاليه. وقال له لو امي كانت عايشه ما كانش كل ده حصل. فقام المعلم اي بي متنرفز على ابنه وراح رازعه بالقلم. ففاتسو قاعد وشايف الكلام اللي بيحصل، فحاش الاشتباك اللي بينهم وبين بعض وطرد الولد بعده بعيد، وقال للمعلم اي بي ما تزعلش ده شاب صغير وده وارد انه يحصل. فادى الشرطي فاتسو مفتاح البيت، وبعدين بيركب الطياره ورايح امريكا، واللي بيوصل بعدها المطار سان فرانسيسكو. ولما بيوصل للمطار وبيقعد يستريح بيوصل الصحفي ويستقبله وياخده في العربيه وبيرجع بيه. واللي قال للمعلم اي بي ان الجريده بتاعته علشان هم محتاجين اخبار في امريكا فنقلوه هنا، وعلى فكره الصينيين ليهم حي كبير هنا لانهم كتير وعددهم كبير. فسال الصحفي المعلم اي بي وقال له انا عاوز خطاب توصيه عشان اجيب ابني يدرس هنا. فقال له الوحيد اللي يقدر يعمل لك الخطاب ده هو مدير الجمعيه الصينيه، ولما عرف ان انت جاي فطلب انه يشوفك. ولما وصلوا للحي الصيني دخلوا جوه، واول واحد قابله هو المعلم ليو، واللي قال للمعلم اي بي انا جبت ولادي واسرتي وعايش هنا من سنين، وبدا يعرفه على بقيه المعلمين اللي موجودين. طبعا المعلمين كلهم متغاظين من المعلم اي بي وكلهم طنشوه، فبدا ليه انه يعرفهم على المعلمين واحد ورا التاني، وكان اخر واحد يعرفه بيه هو رئيس الجمعيه الصينيه، واللي كان اي بي محتاج منه جواب التوصيه لابن المعلم وون. واللي بدوره المعلم وون قال له انا سمعت عنك، كلنا عارفين ان المدارس الصينيه ما بتعلمش غير الصينيين، لكن التلميذ بتاعك واللي اسمه بروسلي وبيعلم الاجانب، لا ده كمان عامل كتاب بيشرح فيه اساليب الفنون القتاليه وحاطط عليه اسمه، وبروسلي كده بيخالف القوانين بتاعتنا، انا عاوزك بس تساعدنا في حل المشكله. وبقيه المعلمين اللي قاعدين قالوا للمعلم اي بي على فكره تلميذك مغرور قوي، ده كمان عامل بطوله ومسابقه كبيره عشان يستفزنا بيها. فالمعلم اي بي رد عليهم ورد على المعلم وون وقال لهم ايه المشكله يا جماعه نعلم الاجانب؟ بس المعلم وون بيبقى مختلف وجهه
وجهة النظر مع المعلم اي بي وصب له الشاي وقال له على بال تشرب الشاي ده هتكون واحد مننا وهكتب لك التوصية اللي لازمة لابنك. ولف الترابيزة عشان يوصل الشاي للمعلم اي بي، لكن المعلم اي بي بيقول لهم بروسلي بيحاول ينشر اسلوب الفنون القتالية الصينية على اكبر عدد ممكن من العالم، وبالنسبة لي دي حاجة تعجبني وحاجة كويسة. وبيرجع الشاي مرة تانية عند المعلم وان. فالمعلم وان ما عجبوش الكلام وراح موقف الترابيزة وقال له واضح كده ان التلميذ طالع لاستاذه. وبدأ المعلم وان والمعلم اي بي يزقوا لوح الازاز كل واحد ناحية التاني وكأنه تحدي وبيشوفوا مين الاقوى من التاني، لحد ما ازاز الترابيزة اتشرخ وفرقع بينهم وبين المعلمين اللي قاعدين. فقام اي بي متضايق واعتذر عن الكلام اللي حصل ده وسابهم ومشي. واخدوا الصحفي علشان يوديه للشقة اللي هيقعد فيها. فسألوا المعلم اي بي انت تقدر تكتب لي التوصية دي ونخلص من الموضوع ده؟ فالصحفي رد عليه وقال له ما تقلقش من اللي حصل ده، انا عارف ناس كتير اجانب وممكن يساعدونا في جواب التوصية. بعدها بيتصل على الشرطي فاتسو في البيت هناك في الصين عشان يطمن عليه وعلى ابنه، وقال له الولد فين؟ عاوز اكلمه عشان اطمن عليه. لكن ابنه سمع الكلام وما رضيش يرد على ابوه، فعلشان فاتسو يطمنه قال له الولد موجود اهو بس هو مش عايز يكلمه. على فكرة انا عرفت ان في علاج مش موجود عندنا، ممكن تجيبه لي وانت جاي؟ بنشوف بعد كده البنت واللي اسمها يونا وهي رايحة لابوها المعلم وان وهو بيعلمها الكونغ فو، واللي بيعترض عليها وبيقول لها ان حركاتك وحشة قوي. فالبنت بتقول لابوها كل اللي بتعمله ده ملل بالنسبة لي ومش عاجبها. تاني يوم الصحفي بياخد المعلم اي بي وبيعرفه على واحد امريكي واسمه رايت، واللي اتكلم معاه وقال له ان المعلم اي بي محتاج توصية علشان ابنه يجي امريكا ويكمل دراسته هنا. فاخد الصحفي بره وقعد يتكلم معاه وقال له انا ما اعرفش الراجل ده كويس، انا ما اقدرش اضمنه وما اقدرش اعمل جواب التوصية ده، ارجوك ما تضيعش وقتي وخد الراجل ده وامشي من هنا. بالليل بنشوف بروسلي وهو واقف قدام الخصم وبيضربه في البطولة اللي عاملينها، وبيتبسط بروسلي قوي لما بيبص بيلاقي المعلم بتاعه اي بي قاعد وسط الحضور، فبيحييه وبيعمل له ايماء براسه كده. وحب يعمل عرض فوقف شاب قريب منه جدا وراح ضربه ضربة قوية مرجعه لورا مقعده على الكرسي. بعدها بياخد المعلم اي بي وراحوا المطعم عشان يتعشوا. بدأ المعلم اي بي يحكي لبروسلي عن خطاب التوصية، وقال لبروسلي عن اللي حصل بينه وبين المعلم وان انه مرضيش يعمل له خطاب التوصية. وقال للمعلم اي بي ما تقلقش انا في واحد من الطلاب بتوعي شغال محامي وممكن يساعدنا في الموضوع ده. وبيدخل عليهم طلاب بروسلي وبيعرفهم بروسلي بالمعلم اي بي وبيقول لهم ده المعلم اي بي ده اللي علمني اساليب الفنون القتاليه. ومن ضمنهم بيقول له ان ده هارتمان وبيقدمه للمعلم اي بي وبيقول له ان ده افضل طالب عندي. واللي بيقول للمعلم اي بي ان في اجانب كتيره جدا ما تعرفش يعني ايه اساليب الفنون القتاليه الصينيه. وهم قاعدين بيدخل عليهم فريق كاراتيه وبيبداوا يتريقوا على بروسلي وعلى الصينيين اللي قاعدين. فقال لهارتمان خدهم على بره، وقال للمعلم اي بي مان ما تقلقش انا مش هتاخر راجع لك على طول. وطلع لهم بروسلي وشاور لثلاثه وقال لهم انا ممكن اتقاتل معاكم انتوا الثلاثه. وبيبدا القتال بينهم وبيمسكهم بروسلي وبيدغدغ. ضربهم وهو راجع فلقى واحد عمال يتنطط ويكسر في اللوند قدامه، قال يعني بيتحدى. فهجم عليه الراجل الاجنبي وضرب بروسلي بالرجل، فبروسلي راح مديله واحده في وشه كده مرجعه وراح لازقه في الحيط. راح رجع له تاني راح مديله مره في بطنه مرجعه تاني، وراح ضربه لما قام وراح لازقه في الجدار مره تانيه. وكل الراجل الاجنبي ده ما ينضرب برضه ما يحرمش ويحاول يرجع له مره تانيه يهاجم بروسلي عمال يتسلى عليه شويه كده لحد ما قدر يمسك بروسلي وراح قلبه على الارض. فبيقوم بروسلي وبيروح مديله في وشه ضربتين قصاد الضربه اللي خدها. فالراجل الاجنبي مش عارف يضرب بروسلي بيروح مخرج فرمانش من ظهره وبيحاول يضرب بيه بروسلي. وهو بيحاول يضرب بروسلي وبيهوشه بيه فبروسلي بيروح سحبه منه وضربه مرجعه ورا. اخدوا بروسلي منه وقعد يستعرض بيه وراح ماسكه وراح مديله في وشه. برضه الراجل مش عاوز يرجع راح هاجم عليه وضربه بالفرمانش. واخر ما زهق منه بروسلي عشان ما يتاخرش عن المعلم اي بي راح مديله ضربه في صدره وقضى عليه ووقعه على الارض. والراجل راح رافع له ايده علامه ان انت فزت عليا. تاني يوم بنشوف المعلم اي بي وهو رايح المدرسه بتوصيه من المحامي علشان يكمل ورق ابنه. وبنشوف بنات المدرسه وهم بيتدربوا على العرض وبتفوز يوناها على البنت التانيه الرخمه دي وبتبقى هي قائده العرض. وطبعا البنت دي بتبقى مخنوقه منها اخر خنقه. بعد كده المعلم اي بي مان بيقابل المديره وبيقول لها انا معلم في الفنون القتاليه ولسه جاي من الصين وكنت عاوز ابني يكمل دراسته هنا عندكم في المدرسه. فالمديره مستغربه من كلامه مش فاهمه هو يقصد ايه باساليب الفنون القتاليه. فالمديره بتصدمه وبتقول له برضه انت محتاج توصيه من الجمعيه الصينيه علشان ابنك يجي يكمل دراسه عندنا. بتخرج يونا بعد التدريب اللي كانوا بيعملوه وزميلتها اللي فازت عليها بتفضل تتريق عليها وبتقول لها ما تفتكريش ان انت فزت عليا جوه، لا انا ممكن اروق عليكي بره. وبتجيب شويه صبيان زمايلها من المدرسه علشان يضايقوا يونا. ولما حاولوا يتهجموا عليها بدات يونا تضربهم لكن الشباب اتكتروا عليها ومسكوها وحاولوا يضربوا. بالصدفه المعلم اي بي خارج من عند المديره فبيشوف يونا وهي بتجري والشباب بيجروا وراها لحد ما مسكوها عند السور السلك وكتفوها وبداوا يقصوا شعرها عشان يخلوا شكلها وحش. والبنت بتقص شعرها فيونا بتروح ضربه البنت وموقعاها ورا المقص بيجي في وشها وبيعورها. وكمان بيحاولوا انه يكسروا دراعها فبيحطوه جوه الباب وبيحاولوا يقفلوا الباب. وقبل ما يقفلوه
منه بيدخل المعلم اي بي وبيحط دراعه هو وبيتحمل الضربه مكانها وبيشد ودن واحد من الدبله اللي لابسها في ودنه وبيوقعه على الارض. التاني بيهجم عليه بعصايه الهوكي بس بيتفاداه. بترجاهم كمان انهم يوقفوا القتال ويبطلوا اللي بيعملوه ده، لكن الولاد ما بيبطلوش وبيحاولوا يهجموا على اي بي وكلهم خدوا بعد ما كانوا الطريحه التمام من المعلم اي بي وبيجروا وبيهربوا وبيسيبوا المكان. بنشوف المعلم اي بي هو واخد يوناه وبيوصلها للبيت بتاعها وبتطلب منه البنت لانه صيني وراجل كبير في السن زي باباها انه يظبط لها شعرها وبتقول له اكيد دراعك وجعك وريني كده. وبتعرف منه بعد كده ان هو جاي لامريكا علشان ياخد جواب توصيه لابنه عشان ابنه يكمل دراسه هنا. فبتقول للمعلم اي بي اكيد انت رحت لرئيس الجمعيه وقابلته عشان يديلك الجواب ده، انت تعرف ان رئيس الجمعيه ده يبقى ابويا. فبتقول له اكيد بابايا اداك التوصيه، ابنك هيوصل امتى؟ فبيفاجئ البنت وبيقول لها لا باباكي رفض انه يديني جواب التوصيه، واللي قاعد يحكي لها ويقول لها ان ابوكي بيكره الاجانب مش عارف ليه. بترجع البنت اللي كانت بتهجم على يونا بالمقص وبتشتكي لامها في البيت وبتقول لها ان البنت دي عورتني في المدرسه. فام البنت بتتصل على جوزها وبتقول له تعالى بسرعه، واللي جوزها بيبقى شغال شرطي، تعالى البيت بسرعه شوف بنتك جرالها ايه. بترجع يونا للبيت وبتلاقي المعلم وان في حاله من التامل ويكون معاه المعلم اي بي وبتقول لابوها ارجوك يا بابا تدي المعلم اي بي جواب التوصيه. فالمعلم وان بيبص في وش بنته وبيقول لها انت اتخانقت تاني؟ فقالت له لا انا ما اتخانقتش، فراح ضربها بالقلم وقال لها انت بتكذبي. فالمعلم اي بي واقف وما عجبوش الكلام وقال له بنتك ما اتخانقتش مع حد فعلا. فالمعلم وان بيكلم المعلم اي بي وبيقول له الناس دول بيكرهونا وبيحاولوا انهم يمشونا من البلد ده، لدرجه كمان انهم عايزين يلغوا الحي الصيني. فالمعلم اي بي قال له ليه انتوا قاعدين في الحي الصيني بس، انتوا حاولتوا تطلعوا بره وتتكلموا معاهم. وبيسيبوا المعلم اي بي وبيمشي، لكن المعلم وان بينده عليه وقال له لو عايز التوصيه ابعد عن بنتي وشوف لك طريقه تانية، تعالى كده نتقاتل مع بعض ونشوف مين الاقوى فينا. وبدا القتال بين المعلم وان والمعلم اي بي. المعلم وان بيبقى قوي جدا لدرجه انه بيزق الترابيزه على المعلم اي بي بس بيتفاداها وبيقوم من تاني وبيهجم على المعلم وان وبيحاول يتقاتل معاه بالايدين وبسرعه قويه جدا لحد المعلم وان ما بيزق المعلم اي بي وبيرجعه لورا. وبتحس ان قوه المعلم وان مساويه لقوه المعلم اي بي، والمعلم وان بيروح ضارب المعلم اي بي في ايده المصابه. طبعا المعلم اي بي ايده بتبقى بتوجعه من خبطه الباب ومن خبطه المعلم وان عليها، فبيدافع عن نفسه بايد واحده. المعلم وان برضه له شرف قتال مع المعلم اي بي فبيقاتله بدراع واحده وبرجل واحده وبيقع على الارض وبيقوم من اول وجديد تاني وبيتقاتلوا مع بعض. فاي بي مسك دراع المعلم وان وشده عليه لحد ما كان هيديله ضربه في صدره فوقف رجله وما رضيش يضربه، فزق وان وطلع اي بي على الترابيزه وطلع وراه المعلم وان هيكمل القتال معاه. ولقوا في هزه كبيره قوي وهم بيتقاتلوا في المكان، والنجفه وقعت من السقف على الارض لدرجه انهم حسوا ان الزلزال ده كبير قوي. المعلم وان قال له كفايه كده وهنكمل قتال في عيد الخريف. فالمعلم اي بي قال انا وصلت بنتك يونا لحد هنا عشان ما حدش يتعرض لها في الطريق، مش علشان جواب التوصيه زي ما انت فاكر. وبعدها سابه ومشي. وهو ماشي في الشارع افتكر ابنه في البيت وخناقاته معاه وزعلوا منه. فاول ما روح البيت اتصل بالشرطي فاتسو عشان يطمن على ابنه. ففاتسو ردوا عليه وقال له ابنك مش موجود، ده خرج يجيب اكل. فالمعلم اي بي قال للشرطي فاتسو انا احتمال ما اجيش قريب. بنروح بقى للقاعده العسكريه دي وبنشوف هارتمان وهو موجود هناك وهو شادد خشبه التمرين ورايح لصاله التمرين. فجاله بارتن من وراه وسال هارتمان وقال له ايه الاداه الغريبه دي انتوا بتعملوا بيها ايه؟ فهارتمان رد عليه وقال له دي طريقه احنا بنتدرب بيها علشان نتعلم بيها اساليب الفنون القتاليه الصينيه. فبارتن اتريق عليه وقال له شيل البتاعه دي من هنا، احنا مش في متحف. فهارتمان قال له ان الوينج تشون هيساعد الجنود في ساحه المعركه في القتال. فاتريق عليه بارتن مره تانية وقال له خد البتاعه دي امشي طلعها بره. فهو ماشي هارتمان قال له شكلك كده ما تعرفش اي حاجه عن الكونغ فو. فتحدى هارتمان وقال له لو هزمت كولين انا هسيبك وهخليك تحتفظ بالبتاعه دي وهخليك تعمل اللي انت عايزه. وبدا القتال بين كولين وبين هارتمان، وكان واضح ان كولين اقوى من هارتمان جسمانيا حتى في القتال. وبدا يسدد لكمات لهارتمان ويوجعه ويضربه في صدره مره وفي رجله مره وقعوا على الارض. وبالفعل بيفوز كولين على هارتمان ووقعه على الارض ومرضيش يضربه. فوقف بارتن وقال لهم هي دي الكاراتيه مش اسلوب الكونغ فو بتاعك اللي ملوش لازمه. وقال لهارتمان الاسلوب بتاعك كمان ما ينفعش معانا هنا. طبعا المعلم اي بي بيدخن وصحته كل يوم بتتدهور يوم عن التاني. وبنشوف يونا وهي رايحه تزوره وواخده له جواب التوصيه وطبعا بتبقى مزوره مش حقيقيه. فاي بي بيروح ماسكها ومقطعها. فبتشتكي للمعلم اي بي من ابوها وان وبتقول ان مفيش وفاء بيننا وبين بعض، وبتقول له كمان ان ابويا بيجبرني
يتعلم اسلوب التاي تشي وانا مش عايزه كده، انا عايزه حاجه تاني، لان هو بيحب اسلوب القتال التاي تشي وانا مش حابه كده. وقالت له انا بحب التدريب والتشجيع زي ما شفتنا كده في المدرسه. فالمعلم اي بي شجع البنت وقال لها طالما انت بتحبي كده اعرضي مهاراتك في مهرجان الخريف. فالبنت بدات تتفهم كويس واتبسطت قوي من كلام المعلم اي بي، وبعد كده بتاخد بعضها وتروح المدرسه. بعد كده بنشوف ابو البنت عورت نفسها بالمقص وهو بيطمن عليها وبيقول لها في ايه، واللي اشتكت له قالت له ان البنت دي اسمها يونا وان ابوها ده وان ورئيس الجمعيه الصينيه هنا. بنشوف هارتمان وهو بيعرض اسلوب الكونغ فو وعايزه يبقى معتمد في القاعده العسكريه علشان الجنود يتدربوا عليه. بعد كده بيدخل بارتن عليهم والقائد الاعلى للقاعده بيقول له احنا عايزين نعتمد اسلوب الكونغ فو والناس لازم تتدرب عليه، ويا ريت تاخد الكتاب ده وتطبقه على الموجودين في القاعده كلها وتعلمهم عليه. فبيروح بارتن يشتكي لكولين من اللي حصل وان هارتمان بيتحداه. فكولين بيقول له خلاص سيبهم لي وانا هخلص لك عليهم وهيكون المفاجأة بتاعتي وانا بقضي عليهم في احتفال الخريف. هارتمان بيبقى واخد الكاميرا بتاعته وبيصور الجمهور في احتفال الخريف وبيشوف المعلم اي بي ويوناه بتعدي من قدامه، وبيكون المعلم وان بيكتب التوصية للمعلم اي بي. بنشوف اندرو الشرطي وهو داخل باستجواب عند المعلم وان واللي بيقول له انه عندكم مهاجرين غير شرعيين. بعد كده بنشوف كولين والمجموعة الرخمة اللي معاه بتوصل للمهرجان وبيحاولوا يطلعوا على الستيج عشان يتخانقوا مع الناس. فالصينيين كلهم بيطلبوا من كولين انه يمشي ويبعد عنهم، فهو بيرفض وكمان بيتريق عليهم وبيجي حجاره كده وبيستعرض قوته وبيروح خابطهم كسرهم قدامهم. واللي طلع وسط المعلمين والطلبه اللي موجودين وبيحتفلوا وقال لهم انا بتحداكم. فالمعلم ليو بيبقى واقف وبيقبل تحدي كولين وبيطلع له وبضربتين من كولين قويين جدا بيخلص على المعلم ليو. وبعدها بيطلع له معلم تاني وبرده كولين قوي جدا فبيروح ضارب المعلم التاني وموقعه. بتطلع له بعد كده المعلمه بتاعت الكونغ فو وبتتحدى كولين وبتحاول تهجم عليه وتضربه، لكن كولين بيكون اقوى منهم كلهم وبيروح ضاربها. وقبل ما يخلص عليها بيطلع له المعلم اي بي وبيحوش عنها. كولين طبعا مستخف بكل المعلمين فبيحاول يهجم على المعلم اي بي وبيطير في الهواء عايز يضربه برجله، لكن المعلم اي بي بيروح ماسكه موقعه على ظهره. طبعا الضربه بتبقى قويه على كولين وبيقف هارتمان يصور الكلام اللي بيحصل ده وضرب المعلم اي بي لكولين. كولين بيقف مره تانية وبيحاول يهجم على المعلم اي بي مان، بس اي بي مان بسرعه قويه جدا وبلكمات قويه مش متوقعها كولين بيضربه. كولين حاول يهجم عليه بضربه كده برجليه فبيروح المعلم اي بي ماسكه موقعه على الارض وبينزل فيه بلكمات قويه جدا. فكولين عشان جسمه جامد فقام وراح ضارب المعلم اي بي موقعه على الارض وحاول يهجم عليه. المعلم اي بي مان راح ماسك البدله اللي لابسها كولين وراح قلبه على ظهره وراح مروق عليه وراح ماسكه شايط رجله وراح موقعه على الارض. وهو كولين بيقع على الارض المعلم اي بي بيروح مديله ضربه قويه جدا وبتكون هي الضربه القاضيه لكولين. طبعا كل اللي حاضرين بيسقفوا مبسوطين قوي من اسلوب المعلم اي بي وضربه لكولين. بعد كده كل المعلمين بيعرفوا اللي حصل للمعلم وان وانه اتقبض عليه من الشرطه. وبنشوف الضابط اندرو واللي كان بيقول للمعلم وان واضح ان كل الهويات اللي مع الصينيين اللي عندكم مزوره، وبالتالي انا هقبض على كل الصينيين اللي موجودين عندكم في الجمعيه الصينيه. النهارده بارتن راح لكل المستشفى يشوفه ويعرف ايه اللي حصل. بعد كده المعلم اي بي بياخد يونا وبيروح مركز الشرطه عشان يطمنوا على المعلم وان. فبيقابل بيلي فبيلي حذره وقال له لازم تحذر بقيه المعلمين محدش يروح الجمعيه النهارده لان الشرطه هتروح هناك وتقبض عليكم كلكم. في التوقيت ده برضه بارتن بياخد عربيته وبيروح مقر الجمعيه هناك وبيقابل كل المعلمين اللي هناك وبيضربهم كلهم من غيظه منهم، وكل ما يضرب واحد يوريه صوره المعلم ويساله عنه الراجل ده فين، فعرف مكانه هو فين فخد بعضه ومشي. بعدها على طول بيوصل المعلم اي بي لمقر الجمعيه وبيعرف ايه اللي حصل من المعلمين وبيحذرهم انهم يختفوا النهارده من الجمعيه لان الشرطه هتيجي وتقبض عليهم. فعلا الشرطه بعدها بتروح لمقر الجمعيه وبتدور على الناس الصينيين اللي هناك بس ما بتلاقيش حد. بعدها بيوصل بارتن بعربيته لاسم الشرطه وبيسال اندرو ضابط الشرطه على المعلم وان وبيقول له هو فين. وبنشوف بارتن وهو بيقول للضابط اندرو واحد من رجالتي تم الاعتداء عليه النهارده، ووان اللي عندك ده هو رئيس الجمعيه الصينيه انا عايز اقابله باي طريقه. دخل بارتن للمعلم وان وقال له انا ضربت كل اللي كانوا موجودين عندك هناك فاضل انت بس. فيونا بتبقى واقفه وشايفه اللي بيحصل فبتروح للضابط اندرو بتقول له بنتك مش غلطانه انا اللي اعتديت عليها وانا جاي اعتذر كل ده عشان تنقذ ابوها. المعلم وان بيبقى شايف يونا وهي بتدافع عنه فما بيرضاش بالكلام ده وبيقول لها قومي اقفي انا اقدر ادافع عنك وعن نفسي وما تعتذريش ولا تركعي قدام اي حد تاني. وقبل التحدي بتاع بارتن وراح معاه للقاعده. بعدها بنشوف المعلم اي بي وهو واخد المعلمين علشان الشرطه ما تقبضش عليهم بيخبيهم عند بروسلي. بنشوف بارتن والمعلم وان وهم بيوصلوا للقاعده العسكريه وبيقول له اجمع لي كل الناس عشان في تحدي وبالذات هارتمان ناديلي عليه علشان يتفرج على المعلم بتاعه وهو
بينضرب. طالما هارتمان عايز يفرض علينا اسلوب الكونغ فو في التدريب، تعال اتفرج بقى شوف انا هعمل لك فيه. هارتمان بيوصل وبيكلم المعلم وان وبيقول له الراجل ده قوي جدا، يا ريت ترفض التحدي ده بلاش. لكن المعلم وان عنيد وقبل التحدي، وبدأ القتال بين بارتن وبين المعلم وان. ولما هجم بارتن على المعلم وان ضربه ورجعه ورا. قام بارتن مرة تانية وهجم على المعلم وان، لكن المعلم وان سدد له شوية لكمات قوية جدا. وكل ما المعلم وان يضرب بارتن يقف له مرة تانية ويهجم عليه، وكل ما يقوم يضربه تاني. بارتن يقوم ويحاول يضرب المعلم وان، وبدأ يسدد له ضربات برجليه ويضرب المعلم وان لحد ما وقع على الارض، لدرجة ان المعلم وان من كتر الضربة والضربات اللي خدها ما بقاش قادر يقف على رجليه. وبيحاول المعلم وان بصعوبة جامدة جدا انه يقف على رجليه ويقاتل، لكنه في النهاية بيقوم مرة تانية على رجليه وبيهجم. لكن بارتن بيبقى قوي جدا وبيمسك المعلم وان وبيقلبه على ظهره ويوقعه على الارض. وهارتمان من بره شايف المعلم وان وهو بينضرب، فبيقول له كفايه كده استسلم. في النهايه ومن كتر الضرب بارتن المعلم وان بيضربه على رجله وبيكسرها له، لدرجه ان المعلم وان بيقع على الارض وبيحاول يقف بس مش قادر. وبيقف بارتن في النهايه يتريق على المعلم وان وبيخلص على المعلم وان بضربه قاضيه وبيوقعه على الارض. فالجنود اللي موجودين كلهم بيبقوا متضايقين، فبيقول لهم ايه مش انا فزت، يا ريت تسقفوا لي لو سمحت. بنشوف بروسلي بعد كده والمعلمين المضروبين قاعدين حواليه وهو عمال يعالجهم، وهم بيقولوا دي مش اول مره الناس دي تهجم علينا كده بالطريقه دي، ودايما ضباط الهجره بيضايقونا من وقت للتاني. التليفون عند بروسلي بيرن، فبيلاقي هارتمان على الخط بيكلمه وبيعرفه ايه اللي حصل. بارتن مسك المعلم وان واداله علقه محترمه وخلص عليه ونقله المستشفى. طبعا بروسلي قال للمعلم اي بي على اللي حصل، فخدوا بعض هو وهارتمان وراحوا المستشفى يزوروا المعلم وان. وبقى المعلم اي بي واقف وهو شايف المعلم وان وزعلان جدا ومتضايق من اللي حصل. وفي عز الكلام ده كله المعلم اي بي راح يتصل على ابنه، فرد عليه الشرطي فاتسو، وبرضه ابنه مش عايز يرد عليه. فاي بي من كتر زعله قال للشرطي فاتسو يا ريت تعرفه ان انا عندي سرطان، وقول له كمان ان انا جاي لامريكا عشان ارتب له ورق واطمن عليه قبل ما اموت واخلي له مستقبل. فراح الشرطي فاتسو وابوه على السماعه، فقال له بقول لك ايه اسمعني كويس، ابوك عنده السرطان وراح لامريكا على الرغم من كده عشان يرتب لك اوراقك ويخليك تدرس هناك ويامن لك مستقبلك، انت ما عندكش ده. راح بسرعه ابن المعلم اي بي رد على التليفون وهو بيعيط بيكلم ابوه لانه حاسس انه عمل غلطه كبيره قوي، وبيتاسف له في التليفون وبيعتذر عن كل اللي عمله. فاي بي برضه حس ان هو غلط في حق ابنه وقال له ما تزعلش يا حبيبي، انا لما ارجع ليك برضه تتعلم كل اساليب الكونغ فو، وقفل التليفون لكنه كان حزين. بيرجع المعلم اي بي بيقول لهارتمان ودينا المعسكر ده، وبنشوف يوناو وهي واقفه وبتترجاه بتقول له بلاش. فالمعلم اي بي بيرد على يوناو بيقول لها ده شرف فنون القتال الصينيه واحنا لازم نرجع شرفنا. بيوصل المعلم اي بي للقاعده اللي فيها بارتن، وبيكون بارتن بيدي محاضره سلخ كده للجنود اللي موجودين رخم بقى، وبيحكي لهم عن فوزه وان الكاراتيه اقوى من الكونغ فو وان الكونغ فو ملوش اي لازمه. فبيتفاجئ بارتن بدخول هارتمان وراه المعلم اي بي وهو بيكلمه وبيقول له احنا الثقافه، احنا الشعوب، احنا التاريخ، انت تبقى ايه؟ عشان يستفز بيها بارتن عشان يخليه يقبل التحدي بتاع المعلم اي بي مان. كمان نسيت اقول لك مين اللي ضرب كونان امبارح، هو المعلم اي بي ده. طبعا بارتن اتضايق من الكلام وقال لهم مفيش قواعد، اللعبه مفتوحه لحد ما واحد فينا يخلص على التاني. بنشوف بارتن وهو واقف على البساط وقصاده المعلم اي بي وبيبدا القتال، وبيبدا بارتن يهجم على المعلم اي بي وبيسدد له لكمات بايديه وبرجليه، وحاول برضه يستخدم نفس الطريقه بتاعه الكاراتيه مع المعلم اي بي، وكل ما يحاول يهجم على المعلم اي انه يضربه مش عارف، فالمعلم اي بي بيسدد له لكمه كده في صدره بتوجعه قوي، والمعلم اي بي بيسدد له لكمات قويه بيروح ماسكه من ايديه وقلبه على الارض وقعد يضرب فيه بايديه ورجليه. قام المعلم اي بي من تاني وراح ضارب بارتن في وشه، وفضل يسدد له المعلم اي بي لكمات في صدره وفي وشه وفي راسه، وبارتن عمال يصد ومش عارف يصد من سرعه المعلم اي بي واللكمات القويه اللي بتتسدد له. بارتن خلع منه بالعافيه كده وراح راجع ورا وراح هاجم على المعلم اي بي وضربه برجله في دراعه، ودراع اي بي اصلا كانت مصابه. بكده عرف بارتن من الضربه اللي سددها له دي ان دراع المعلم اي بي وجعه وهيبدا يهجم عليه، وبدا يهجم على المعلم اي بي بايديه ورجليه وراح شايله هبده في الارض ووقعه على دراعه اللي بيوجعه، وما بقاش المعلم اي بي قادر يقف على رجليه. فراح بارتن يستفز المعلم اي بي وهو نايم كده وبيتوجع وبيقول له ايه خلاص مش قادر تقوم تقف حتى؟ كل ده عشان اثبت لكم بس ان الصينيين اضعف مما تتخيل. فقام اي بي على الرغم من كل ده بصعوبه جامده جدا وراح هاجم عليه بارتن مره تانية ولف برجله وراح ضربه في ايده، وفضل بارتن يسدد لكمات بايديه ورجليه للمعلم اي بي لحد ما المعلم اي بي مسك رجله وراح قلبه في الارض وفضل يضربه بايديه ورجليه ضربات قويه جدا. قام بارتن ومسك رجلين المعلم اي بي وراح قلبه على الارض وفضل يسدد له لكماته وهو نايم. وقف بارتن تاني وتحمل الضربات اللي بيسددها المعلم اي بي، لكن كانت المره دي قويه جدا ومش قادر يتحملها. استخدم المعلم اي بي اسلوب القفل
دفعه وضربه في دراعه وشلهوله خالص ووقفه، وراح ضربه في رقبته وكسر له الترقوه. طبعا الضربه كانت قويه جدا لدرجه انها وقعت بارتن على الارض ومبقاش قادر يتحمل الالم ومش قادر يقف مره تانية. وبكده يفوز المعلم اي بي مان ويخسر بارتن قدام كل الجنود اللي موجودين. هارتمان بيبقى كاره بارتن جدا، فقال لهم خدوا الظابط بارتن ودوا له الدكتور عشان خلاص خد الطريحه التمام. وبدا هارتمان يسقف للمعلم اي بي والناس كلها مذهوله، وبداوا يسقفوا للمعلم اي بي احتراما للمعلم اي بي. وبدات القاعده العسكريه تطبق اسلوب الكونغ فو في التدريب. بعد كده بنشوف المعلم اي بي مان مع المعلم وان وهو بيديله الجواب لابنه عشان يخلص له اوراقه عشان يجي امريكا يكمل دراسه. وكمان المعلم وان بيعتذر للمعلم اي بي على تاخيره ليه، فقال له على فكره المكان هنا مش احسن من الصين. يوناه بنت المعلم وان بتجيله وبتجيب له العلاج اللي كان موصيها انها تجيبه له، وكمان هديه ليه ولابنه. وبنشوف المعلم اي بي هو راكب الطياره وبيرجع للصين مره تانية واللي بيقابل ابنه. فقعد المره دي قاعده مع ابنه، وابنه قال له انا مش بحب الدراسه بجد، انا نفسي اتعلم اساليب الكونغ فو. واخيرا بيوافق المعلم اي بي عشان يعلم ابنه كل اساليب الفنون القتاليه اللي يعرفها. وبدا المعلم اي بي فعليا يعلم ابنه، بس قال له خلاص انا مش قادر اكمل، يا ريت تصورني علشان كل اللي هعمله تشوفه مره تانية. طبعا المعلم اي بي كان يقصد التصوير ده لانه عمره مش طويل في الدنيا وانه هيموت قريب، وعشان ابنه يقدر يراجع اي حركات هو هيحتاجها بعد كده. وبدا المعلم اي بي يتدرب قدام ابنه وهو بيصوره. والمعلم اي بي كان بيتدرب صحيح، لكن قلبه وعقله في حته تانية مع مراته اللي كان بيحبها، وبيفتكر ايامهم الجميله وايامهم الصعبه. وبكده ينتهي فيلمنا، وربنا ما يحرمنا ابدا من الافلام الجامده دي اللي مخليانا دايما معاكم. وما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو وصل الفيديو ل50,000 لايك هتلاقيني منزل لك الجديد.